الكثير من الناس أحباب رسول الله يخشى الإنفاق ويخشى الزكاة ويخشى الصدقة، يخاف من نقصان المال إذا ما زكى وتصدق. وإحنا لما نقرأ على حياة الصحابة اللي رباهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد أن أبا بكر يأتي مسرعا إلى رسول الله، جاي يجري عند النبي، قال: يا رسول الله، هذا مالي أريد أن أتصدق به. يسأله النبي: ماذا تركت لأهلك؟ شو خليت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قاع الرزق نتاعي راني جبته في سبيل الله، تركت لهم الله ورسوله. أين نحن اليوم من هذه الأخلاق؟ أين نحن اليوم بالله عليكم؟ لو زكى الجميع، لو تصدق الجميع، ما بقي على وجه الأرض فقيرا، وما بقي على وجه الأرض شابا أعزبا، وما بقي على وجه الأرض جائعا ومفتقرا لو زكى الجميع. لكن بخل الجميع، بخل الأغلبية وبخل معظم الناس جعل الناس تعيش الفقر. الزكاة أحباب رسول الله، يا من تملك المال، هذا الزكاة ماهوش رزقك. اللي اقتفهم واحد الحاجة مشي المال انتاعك، هذا حق الله. عندك 2.5% في كل سنة، لا بد أن تطهر المال، أن تنظف المال، أن تنقي المال من الأوساخ. والمشكل الكبير أن الناس اللي عندهم بزاف الدراهم يخافوا من الزكاة. اللي عنده 73 مليون و100 ألف فما فوق دار عليها العام، عليه أن يخرج الزكاة. نعاود، اللي عنده 73 مليون الفوق، 73 80 100 200 مليار، هذا ابتداء من 73 مليون و100 ألف اللي داير عليها العام يزكي عنها الإنسان. كيفاش تكون الزكاة؟ 25 ألف في المليون. شوفوا، بسيطة قليلة. عندك 100 مليون تخرج 2.5 مليون، شيء قليل سبحان الله. عندك مليار تخرج 25 مليون، 2.5%. إنسان يسأل يقول لك: الشيخ أنا عندي مثلا 80 مليون داير عليها العام، راني هذه الأيام باغي نخرج الزكاة، راهم زادوا يدخلوني دراهم واحد أخرين، دخلت لي 20 مليون هذه الأيام، هي الثانية نزكي عليها؟ نعم، هي أيضا ضمها للمال وتزكي عليها، تضمها أيضا للمال وتخرج عنها الزكاة. الأورو، اللي عنده الأورو، عملة الأورو أو الدولار أو غيرها من العملات، كيفاش يدير يزكي؟ هذا الأورو تحسبه بالدينار نتاعنا، تحسبه بالدينار ومشي الحساب تاع البنكة. كاين اللي يبغوا يهربوا يروح للبنكة خاطر طايح. لا، روح انت ملي غادي تسافر وين تروح؟ وين تروح؟ تروح الميشلي وتروح الحواني، تروح مدينة جديدة تتصرف، ما تروحش للبنكة. إذا نحسب بالحساب تاع برا أخي الكريم، لا حيلة مع الله، لا نتحايل. إذا هكذا الإنسان يجمع ماله ويزكي. سؤال: اللي عنده سيارة أو عنده سكنة منقول أو عقار يزكي ولا لا زكاة فيها؟ وإنما الإنسان يزكي على المال، على المال اللي عندك زكي عليه. هذا باختصار فيما يخص الزكاة. عجلوا بها أحباب رسول الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير. أيضا بالنسبة لأصحاب المال، ماذا بكم تزكوا واحد الزكاة محترمة؟ كاين اللي يزكي بصح واش يدير؟ مثلا عنده وزين، عنده مصنع، شيء يدير في كل عاشوراء الناس دايره لاشان عند الباب تاعه، لاشان طابوهات يقارعوا باش يمد لهم لي زونفلوب. هذه مش مليحه يا جماعه. الفقير عنده كرامه، هذا الفقير عنده قيمه. راه كاين هيئات، تعرف ناس فقراء روح لهم وحدك للديار مش مشكل. ما تعرفش الفقراء، كاين الحمد لله هنا في وهران نموذج فيه سبل الخيرات، مديرية الشؤون الأوقاف دايرة راتب شهري. راك شحال من عام كاين فقراء محطمين ومكسرين بعد التحقيق، لأن كاين اللي يكذب. هذا اللي يجيك الوزين يوقف عندك كاين اللي يكذب،
كاين اللي لاباس به ويجي بروفيتي. كاين هيئات متخصصه اللي تخاف ربي عز وجل دايره لونكات محقه مع هذه العائلات، دايرين راتب شهري. كيفاش راتب شهري؟ هذا الفقير عنده رصيد في البريد كونت سي سي بي، في كل شهر يروح يخرج الشهريه نتاعه. كاين اللي 2 ملايين، كاين اللي 1,500,000، كل واحد وكيفاش. اولا الفقير الكرامه نتاعه محفوظه، ثانيا انت ايها الغني رزقك محفوظ يروح في بلاصته. واحد فيه الوسواس قال لك اودي انا موسوس، انتوما ما تدوروش نيشان، انا خاف منكم يا خويا. رواح ندوك دار بدار، وروح انت عند الفقير وشوف الحاله نتاعه واقعد عنده، وإلا ساعدك مدوا زكاتك، ما ساعدش روح شوف عائله اخرى. معناه ما كانش عذر باش تقول لي ما نزكيش، ما كانش عذر اليوم اللي تقول لي ما نعرفش الفقراء. اللهم وفقنا للخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.